السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه؟ من ايه في الجو الساقع ده؟ هنعمل مع بعض النهارده حاجة سريعة ومسلية ومطلوبة اليومين دول قوي في الساقعة برضو. الحاجات الحلوة في الشتاء مش عارفة اللي بتطلب كتير. هنعمل مع بعض النهارده بسبوسة بطريقة سهلة. نعملها اللي هي البسبوسة الجاهزة. النوع ده اسمه 5 minutes. انا بصراحه اول مره اجربه، بس نجربه مع بعض ونشوف يعني طعمه. طبعا اول حاجه هنجهزها مع بعض هو الشربات. مجهزه عندي هنا كوبايه ونص من السكر على كوبايه وربع من الميه كده، وهنحطهم على النار ونسيبهم يغلوا لغايه ما ياخدوا غلوتين 3 كده. ننزل نقلب عليهم بعصره ليمونه وكمان فانيليا. هنشغل عليهم ونيجي مع بعض بقى البسبوسه. طيب انا خلاص شغلت على ال شغلت على الشربات. دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد معانا طبعا هي مكوناتها كوبايه زبادي ونص كوبايه من السمنه، وانا بضيف عليها معلقه كبيره من العسل النحل او عسل الجلوكوز لو متوفر، او لو عندك شربات تقيل انت تحبيه. الاضافه دي حلوه قوي، بتديها معاكي لون حلو. تمام. ننزل كده بعلبه الزبادي، وبعدين هننزل عندي هنا دي نص كوبايه من السمنه اهي. ننزل بكل المكونات اهي، سهله وسريعه. والكيس ده يا بنات كل المكونات فيه، يعني الكيس ده المكونات كلها فيه، في السكر وفي جوز الهند و دي السوالينا وكل حاجه. قلب كده مع بعض. نقلب في الخليط ده كده لغايه ما يندمج شويه مع بعض السمنه مع علبه الزبادي اهو. وهنزل عليهم كمان معلقه العسل علشان ندوبها كده فيها اهي. بس هندوب كل الكلام ده مع بعضه. طبعا الشربات انا حطاه على النار، مبنحركش فيه خالص لغايه ما السكر كده يبدا يدوب. دوب بقى كويس قوي العسل كده وكل الحاجات اللي احنا حطيناها دي اهو. اتاكد ان لسه مفيش اي عسل. بس كل المكونات اللي اختلطت ببعضها كويس قوي. بس خلاص كده ننزل بكيس البسبوسه بتاعنا. واهم حاجه في البسبوسه ان احنا ما نقعدش نقلب فيها من اول ما ننزل الكيس او ما ننزل دي بتاع البسبوسه، ما نقعدش نقلب ونعجن كتير، ده سبب انها بتنشف منا. وعند الصينيه انا مجهزاها دهناها بالسمنه كويس قوي من جميع الجوانب اهي زي ما انتم شايفين. هننزل بقى الكيس بتاعنا يبقى جاهز بكل حاجه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا أنا حطيت دي بتاعي على فكرة ريحتها حلوة أوي يا بنات. هو بيبقى محطوط فيها جوز الهند ومحطوط فيها السكر ومحطوط فيها الفانيليا وكل حاجة. طبعا احنا قلنا هننزل، بس أنا عايزة بس ألم كل المكونات اللي احنا حاطينها بقلبيها، بس مش عايزة أقلب ولا أعجن كتير أهي. بصوا اتاكد بس ان كل المكونات اللي انا حاطينها اندمجت في الدقيق اهي اهي. بس انا مش عايزه اقلب كتير. خلاص خلصنا. هنفضيها في قلب الصينيه بتاعتنا كده. انا مشغله الفرن بتاعي والشربات بتاعي شغال على النار كده. خد غلوتين، هنحط عليه عصره الليمونه وكيس الفانيليا وياخد غلوتين تاني معاهم وخلاص على كده. طبعا شربات البسبوسه بيبقى خفيف مش تقيل. نزلت الخليط بتاعي اهو في الصينيه بتاعتي، وهبدا ان افرده. هفرد الخليط بتاعي كده واسوي الصينيه. بصوا كده خلصنا خلاص. حطيتها في الصينيه وسويتها كويس. ادخلها بقى الفرن ونرجع نشوفها. ادي الشربات بتاعي طلعته اهو
حطيت عليه معلقه، بحب احط عليه نص معلقه كده من السمنه، لو سمنه بلدي بقى يبقى ايه حاجه اخر فخامه يعني. وحطيت عليه الفانيليا، عصره الليمونه، نسيبه بقى يبرد شويه عقبال ما البسبوسه بتاعتنا تطلع. طبعا البسبوسه زي ما انا قلت لكم فردتها وشغلت الفرن على درجه حراره وندخلها في الرف اللي في النص، ونبص عليها كل شويه. اول ما الحروف تحمر نبدا على طول نشغل الشوايه وتاخد اللون، برده ما نسيبهاش قوي علشان ما تنشفش منا. ونخبطها خبطتين كده الصينيه. انا مش عارفه المقطع ده تقريبا ما جاش وانا بصوره. بعد ما نسويها كويس ونتاكد ان هي مش حته عاليه وحته واطيه، هنخبط خبطتين كده الصينيه علشان نسويها كويس وندخلها الفرن. وهي طلعت البسبوسه زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها طبعا سخنه والشربات يعتبر دافي، وهننزل على طول بيها عليه اهو. بسم الله. كده الشربات عليها كلها، هي هتشربه ان شاء الله كله اهو. اهو هنسيبها براحتها تشرب كل الشربات ده، ونغطيها شويه لو ما انت تشرب الشربات ده. حابين تعملوها بمكسرات، حابين بقى تحطوا عليها قشطه براحتكم. بصوا بقى يا بنات، بردت وقطعتها، طلعت منها اول حته. بصوا شايفين شكلها ولونها. بصوا نطلع مع بعض حته تاني اهي. بصوا اوريكم اللون بتاعها والترميله بتاعتها، شايفين ما شاء الله جميله جدا جدا. على فكره النوع ده حلو قوي يا بنات، مخدش معانا وقت خالص. تعمليها كده في اقل من 5 دقايق فعلا، 5 دقايق فعلا، اسمها 5 minutes فعلا. جميله قوي، ريحتها حلوه جدا، فيها جوز الهند كتير مخليها طعمها حلو قوي. بصوا عايزه اوريكم الترميله اللي فيها. بصوا شايفين، بصوا تحفه بجد، طعمها جميل. شايفين، بصوا الترميله، بصوا حلوه قوي قوي قوي. عملناها ما خدتش منا اي حاجه، حاجه حلوه وسريعه كده عملناها. يا رب تجربوها وتعجبكم. عايزه اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من قناتي. وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. والسلام عليكم ورحمه الله.